في الفيديو ده هقولك عن أقوى حل لمشكلة إدمان الهاتف. في البداية كده التليفون من ضمن أسوأ الإدمانات اللي في العالم. بتنام وانت ماسك التليفون، بتصحى بتجري تمسك التليفون، يومك كله ضايع على التليفون. من ضمن أضرار التليفون وهي إنك انت لو بتستخدمه قبل ما تنام فجودة نومك هتقل، وكمان لو بتستخدمه وبتسهر بيه وكمان ما بتنامش فمش هيبقى في جودة نوم من الأساس. ومن ضمن الأضرار برضو هتلاقي في آلام في الرقبة وآلام في الظهر بسبب الانحناء وانت ماسك التليفون، بتبقى منحني لفترات طويلة وانت ماسك الموبايل. كمان هتلاقي في تعب في عينيك بسبب الضوء الأزرق الموجه مباشرة للعينين. وكمان هتلاقي في عزلة اجتماعية عندك، يعني هتلاقي نفسك ماسك التليفون ومنعزل عن العالم الخارجي أو الناس عامة. يعني لو جه شوية من صحابك قالوا لك تعالى نخرج خروجة، ممكن تأجل الخروجة دي أو تلغيها خالص وتفضل إنك أنت تمسك التليفون وتقلب فيه. كمان من ضمن الأضرار إنك أنت بتسوف وبتأجل المهام بتاعتك. يعني مثلا أنت وراك شوية حاجات المفروض تعملها، تقول أنا هقوم أعمل الحاجة دي بعد ما أخلص الفيديو ده، هقوم أعمل الحاجة دي بعد ما أخلص اللعبة دي. تكتشف إن اليوم خلص وتيجي آخر الشهر أو آخر السنة تبص تلاقي نفسك ما أنتجتش أي حاجة. ومن ضمن أضراره برضو القلق، تلاقي نفسك بتقلق من أقل حاجة، وكمان العصبية بتتعصب وتتنرفز من أتفه الأسباب. والتوتر، لو معلقة وقعت جنبك تلاقي نفسك بتتوتر منها ومن الصوت العالي حتى لو مش عالي أوي، بس ده بسبب التوتر اللي ناتج من الضوء الأزرق والكتر اللي قاعد على التليفون، ودي عن تجربة شخصية. أول حل لمشكلة إدمان الهاتف وهي العزيمة. هل عندك العزيمة إنك أنت متمسكش التليفون وتجاهد نفسك قدر المستطاع إنك أنت تبعد عنه؟ هل طيب عندك العزيمة إنك أنت لو كنت بتسهر تطبق وتيجي تاني يوم الساعة 11 بالليل تسيب التليفون جنبك وتنام؟ طب هل عندك العزيمة إنك أنت أول ما تصحى الصبح بدري ما تمسكش التليفون وتروح تاخد دش بارد وتعمل شوية تمارين؟ طب هل عندك العزيمة إنك أنت تيجي في نص اليوم ولنفترض مع أذان الظهر كده تتحدى نفسك إنك أنت مش هتمسك التليفون من الظهر لحد المغرب، وكمان ممكن أول ما يجي المغرب تكملها لحد الصبح لأنك أنت بطلت تسهر وهتنام؟ أنا كلمتك عن العزيمة عشان من غير العزيمة أنت مش هتعمل أي حاجة، لأن العزيمة يعني أنا خلاص هعمل الحاجة دي، عزمت على الأمر. غير كده خلاص كل الحلول هيبقى ملهاش لازمة. لكن طبعا لو أنت عندك العزيمة وطبقت فطبعا مع النوم البدري والاستيقاظ البدري والدش البارد والتمارين وانك انت تتحدى نفسك الفترة الطويلة انك انت متمسكش التليفون، هتلاقي ان ذهنك بدأ يصفى واحدة واحدة وبقيت متحكم في نفسك اكتر. ومع تحكمك في نفسك ثقتك بنفسك هتزيد، وكمان يومك هيبقى اطول والانتاجية بتاعتك هتبقى اكتر واسرع. بس ده كله بسبب العزيمة، وان انت بقى عندك عزيمة انك انت متمسكش التليفون او تقلل من التليفون. وكمان النوم البدري، النوم بيساعدك انك انت تتحكم في نفسك اكتر. بس وكده خلص الفيديو بتاعنا، وقولوا لنا اللي استفدتوا من الفيديو واكتبوا لنا الرأي بتاعتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعمونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.